كثير من الناس للأسف اعتادوا ما يطيقوا الداعية حتى يشوفوه مسجون أو مطارد أو شريد. لا يخفى أن يوسف عليه السلام بقى في السجن بضع سنين، ولكن نبينا عليه السلام علمنا نطلب الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وراه الأمة إذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا رسالتي اليوم هو ما تبقاوش تسناو تشوفوا دعاة جماعة المسلمين في السجن عاد باش تثيقوهم، ولكن ثقوا بأن الله كينصر أهل الحق. الرسل المعروفين عليهم السلام ما دخلوش السجن إلا نبي الله يوسف لحكمة أرادها الله. فدخول السجن ماشي هو المعيار من أجل معرفة صدق الشخص من عدمه، وإنما المعيار هو الأدلة. وإذا كانت الرسل جات بمعجزات تدل على صدق الرسالة، فهذه الأمة من أهل الكتاب كتستدل على الحق ومعرفة أهل الحق بأدلة الكتاب والسنة. اللي جبرته موافق للكتاب والسنة هو اللي على حق، واللي مخالف الكتاب والسنة هو اللي على باطل. وباختصار راه ملي كنتكلموا ماشي الدولة تبرعات علينا بشي حق ديالها. الشرع هو اللي كيحدد شكون اللي عنده الحق وفايش عنده الحق. والدعوة إلى الإسلام واجب شرعي على الجميع، وخاصة التوحيد اللي هو أول أركان الإسلام. بل الدولة نفسها من المفروض تكون أول داعية إلى التوحيد وإلى جماعة المسلمين. فالخلاصة أن الكلام اللي كيتقال بأننا كنشتغلوا لحساب شي طرف أو جهاز سري، هذا كلام غير مقبول عقلا ولا منطقا، وكل من يعرفنا يعلم قطعا أنها تهم باطلة وكلام خاطئ تماما. والسلام عليكم.